قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نتعرف على ضيفنا الكريم. الاسم؟ جهاد بنت عيسى. العمر؟ 8 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ ما يسره الله لي. ما شاء الله تبارك الله. متى بدأت حفظ كتاب الله؟ وعمري 5 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. متى أتممت حفظ كتاب الله؟ وأنا في السن السابع. ما شاء الله تبارك الله. هل ساعدك أحد على حفظ كتاب الله؟ نعم. من ساعدك؟ والدي. ما شاء الله حفظهم الله. هل وجدت صعوبات في حفظ القرآن؟ لا والحمد لله. الحمد لله. هل التحقت بحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ ماذا قلت؟ هل التحقت بحلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ نعم. وفي أي مسجد؟ مسجد الشيخ زيدان. ما شاء الله تبارك الله. كيف كانت طريقتك في حفظ كتاب الله؟ كانت طريقتي أحفظ في جميع. كم مرة كنت تكرر الآية الواحدة كم مرة كنت تكررها؟ 3 أو 5. ما شاء الله تبارك الله. في أي وقت كنت تحفظ كتاب الله؟ في المغرب. وقت المغرب؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. كم من المقدار كنت تحفظ؟ وجه واحد؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. كيف كان حفظك لكتاب الله بأرقام الآيات؟ كيف كان حفظك لكتاب الله بأرقام الآيات؟ هل كنت تحفظ الآية برقمها؟ نعم تحفظ الآية برقمها. نعم. طيب، وهل أنت مستعد لنسألك في ذلك؟ نعم. قولوا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إذن اقرأ لنا آية رقم 50 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. حسنا. إذن أيها الحضور الكرام، نطلب من أحد الإخوة الحاضرين سؤال الضيف برقم الآية مع اسم السورة وهو يقرأ لنا الآية. السؤال للحضور، فمن يسأله؟ السؤال للحضور. نريد أحد، تفضل. آية كم؟ سورة الآية رقم 20 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم
نأخذ مشاركة أخرى من الحضور، فمن يسأله برقم الآية وهو يقرأ الآية. من يسأل الضيف؟ تفضل. آية رقم كم؟ آية رقم 82 من سورة النساء. قولوا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حسبك. ما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله. ونأخذ مشاركة بطريقة أخرى، بحيث نقرأ الآية وهو يعطينا رقم الآية واسم السورة، فمن يسأله يقرأ له الآية وهو يعطينا الآية والسورة. سؤال للجمهور للحضور. تفضل. قرأ قول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآية 75 من سورة الصفات. ما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله. طيب ضيفنا جهاد، وما أمنيتك؟ أمنيتي أني أتمنى أن أصير عالما إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يحقق لك هذه الأمنية. آمين. وبماذا توصي إخوانك الحاضرين؟ بحفظ القرآن. توصيهم بحفظ القرآن؟ أسأل الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. إذن نشكر ضيفنا العزيز على مشاركته في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل شر ومكروه، وأن يجعله من أئمة أهل السنة والجماعة، وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. الله أكبر الله أكبر لا